تخيل لو قلنا لك إن تحت الأهرامات مش مجرد رمل وصخور، لكن شبكة أنفاق وغرف مدفونة وحضارة أقدم بكتير من الفراعنة نفسهم. هل سمعتم عن مدينة روستاو أو المقبرة السرية اللي اكتشفها عالم الآثار فلندرز بيتري؟ النهاردة هنكشف لكم أسرار الأهرامات اللي محدش اتكلم عنها قبل كده، وأهم اكتشافات العلماء في قلب هضبة الجيزة. سنة 1881 عالم المصريات فلندرز بيتري اكتشف أنفاقاً ممتدة تحت هضبة الجيزة، ولقاها مليانة توابيت حجرية عملاقة وزن الواحد منها 80 طنة. دي كانت موجودة في مكان اسمه سرابيوم سقارة، وبيقال إن دي مقابر العجل أبيس، لكن محدش عارف إزاي تم نقل الصخور العملاقة دي تحت الأرض بدقة رهيبة. لكن المفاجأة كانت لما اكتشفوا أنفاق مشابهة عند الهرم الأكبر. في 1993 العالم رودولف جانتنبين استخدم روبوت صغير عشان يستكشف ممر سري في الهرم الأكبر، وهناك لقى باب حجري مقفول بقبضة نحاسية، ومحدش عارف إيه وراه لحد النهاردة. مش بس كده، في 2017 فريق سكان بيراميدز استخدم تقنية الميون، ولقوا فراغ ضخم جوه الهرم الأكبر بطول 30 متر. الفراغ ده متسجل في مخطوطات قديمة باسم الغرفة الكبرى، وبيقال إنها كانت مخزن سري أو حتى مكان طقوسي للكهنة. وفي 2023 عالم الآثار المصري مصطفى وزيري أعلن عن اكتشاف ممر جديد بطول 9 أمتار داخل الهرم الأكبر، وبيؤدي لغرفة مجهولة. هل ده معناه إن في غرفة دفن خوفو الحقيقية ولسه مكتشفناهاش؟ في نصوص مصرية قديمة بتتكلم عن مدينة اسمها روستاو، ودي كانت مدينة مقدسة تحت الأهرامات مباشرة. سنة 1934 عالم الآثار سليم حسن لقى نفق عملاق طوله 100 متر تحت هضبة الجيزة، وبيؤدي لمكان مجهول. لكن اللي زود الغموض أكتر إن في خرائط قديمة زي خريطة هيرودوت بتقول إن تحت الأهرامات شبكة أنفاق سرية بتوصل بين المعابد الضخمة، وبعضها كان مغطى بالمياه زي متاهة هوارة اللي اكتشفها العالم كارل ريتشارد ليبسيوس في القرن ال19. ده كلام فارغ، هو واحد مش مجنون دخل مستشفى المجانين، هذا الكلام ليس له اي اساس في الصحه. العالم المصري زاهي حواس بيؤكد إن مفيش أي أدلة على وجود مدينة كاملة تحت الأهرامات، لكن فريق الباحث هيرمان كيرب من جامعة بيزا بيقول إن نتائج المسح الراداري بتأكد وجود أنفاق وغرف ضخمة مدفونة. أما الباحث هانس بيرجر فبيقول إن دي مش مجرد مقابر، لكن ممكن تكون بقايا حضارة أقدم بآلاف السنين من الفراعنة، وبيعتقد إن الأهرامات نفسها اتبنت فوق أنقاض معابد مفقودة. مع تقدم التكنولوجيا دلوقتي عندنا أدوات تقدر تخترق الصخور وتشوف جواها، زي تقنية الجي-بي-آر Ground Penetrating Radar اللي استخدمها العلماء في 2025 واكتشفوا بيها ممرات جديدة أسفل هضبة الجيزة. فهل إحنا على وشك أكبر كشف أثري في التاريخ؟ وهل فعلاً تحت الأهرامات مدينة مفقودة بتخفي أسرار عمرها آلاف السنين؟ مهما اكتشفنا هتفضل الأهرامات أكبر لغز في تاريخ البشرية. يمكن الإجابة الحقيقية لسه مدفونة تحت الرمال مستنية اللي يلاقيها.